السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم المشاهدين ديالي المتبعين ديالي الاوفياء؟ سمحوا لي على هاد الغيبة الطويلة، الاسباب وظروف خاصة. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معايا فيديو جديد، جيت نقدم لكم واحد الكيك آه اللي كيجي زوين ورائع. بغيت نشاركه معكم وكنتمنى تجربوه ويعجبكم. اللي كيجي بسوس كراميل والتمر والزبيب والقرقاع، يعني اي مكسرات كانت عندك موجوده في البيت يمكن لك تحضري بها. كنتمنى يعجبكم. بسم الله على بركه الله، نبداو المقادير وطريقه التحضير. هنا عندي تمر من قبل ماسحاه او غاسله مقطعاه طريفات. عندي هنا المكسرات القرقاع، شويه ديال الزبيب، عندي 4 البيضات، انا عندي المول كبير. عندي هنايا واحد الساشيه د الفاني من النوع الجيد. هنا عندي خمارات جوج، يمكن لكم ديروا جوج خمارات بيكنج باودر او حتى 3. هنا عندي واحد المعلقه ديال الكونفيتير حتى هي غنستعملها، كتجي بها زوينه، كتجي الكيك ديالنا معلكه من الداخل. عندي هنايا واحد ياغورت على نكهه الفاني، نتوما اي ياغورت بغيتو تفضلوا، ولكن ضروري يكون نكهه الفاني. هنا التمر كما لاحظتوا معايا كبيت عليه واحد الكاس د الماء طايب، وغنزيد عليه داك بيكنج باودر، ساشيه ديال خميره الحلويات، باش تهري لنا داك التمر ديالنا ويجي نفتي ما يبقاش قاصح. صافي كنخليوه على جنب، وكناخذوا واحد الاناء اللي غادي نحضروا فيه الكيك ديالنا. كناخذوا واحد المعلقه كبيره من المربى ديال المشمش، معلقه او حتى 2 معالق. صدقوني راه كتجي زوينه الكيك ديالنا، كيجي معلك. كنضيفوا عليه واحد 4 ديال البيضات، وانتم لكم الاختيار. يمكن لكم تنقصوا المقادير وديروا، كان عندكم المول صغيور نقصوا المقادير ديروا غير النص. يمكن لكم ديروا ب2 بيضات، يمكن لكم ديروها ب3. انا يعني ندير مول كبير، درت يعني المقادير كبيره كيف ما كتشوفوا معايا. درت 4 البيضات وغنضيف عليهم كاس سكر سنيده، وغادي نطربهم مزيان. عاد من بعد نبقى نضيف اللي بقى تدريجيا كما كتشوفوا معايا. كنطرب داك السكر و4 البيضات، من بعد كنضيف عليهم سكر الفانيلا. هاد النوعيه من النوعيه الجيده، صدق جربوها، راها زوينه بزاف، كتخلي لنا نكهه في الكيك او في الحلويات زوينه. كنزيد واحد رشه ملح لتصحيح الذوق. من بعد كنضيفوا واحد كاس ديال الزيت، زيت نباتي، وكنضيفوا واحد ياغورت بنكهه الفانيلا. نتوما اي ياغورت عندكم، المهم ضروري يكون بنكهه الفانيلا باش تجي الذوق صحيح وثابت، ما تجيش كثرة الاذواق في هذا الكيك. من بعد كنضيفوا داك التمر اللي رقدنا بكاس د الماء طايب وخميره ديال الحلويات، كنضيفوها على داك الخليط. كنضيفوا المكسرات ديالنا، وكنحتاجو هناياتي 2 أكواب ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، حتى 3 على حسب البيض اللي عندكم، واش كبير او صغير. شنو غادي يهز لكم، ما نخليوش الكيك ديالنا قاصح. هنا عندنا واحد المعلقه ديال القرفه، تكون زوينه مصوبه على يديك، ما فيها نكهه تكون زوينه باش تجي الاذواق كلها ثابته. كتجي هنا متساجمه هاد المقادير اللي درنا، كيجي واحد المذاق في هاد الكيك يا سلام. كنخلطوا داك المكونات بواحد الفيي، كنضيفوا الدقيق تدريجيا، الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس الثالث انا ضفت منه غير شويه، ما ضفتش منه بزاف. يعني الكاس الثالث ما درتوش كامل، درت فيه غير النص. كنضيفوا عليه 2 خمارات ديال الحلوى بيكنج باودر، 2 او حتى 3، ما كاينش مشكل يعني باش تجينا الكيك ديالنا طالعه. كناخذوا هنا واحد الفيي او سباتيلا، ونبقاو ندخلوا داك الدقيق مع السوائل اللي درنا غير بشويه وبتدريجيا. ما تفوتوش في هذا الكيك شي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، 3 أو 2 ونص على حسب البيض اللي عندكم والسوائل اللي عندكم شحال غادي يهزوا. انا ما مهم ما تعداوش 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض من النوع الجيد. من قبل كناخذوا المول ديالنا اللي غندخلوا فيه هذا الكيك، دهنينه بزبيده، رشين بشويه ديال الدقيق،
باش نضيفوا عليه الخليط ديالنا. انا نتوما كتشوفوا المول ديالنا كيجي مزيون، عنده واحد الشكل كيجي فيه الكيك زوين. كيف ما كتشوفوا انا خلطت الخليط الكيك ديالي ودخلته غير بداك السباتيلا غير بشويه، راه نسجموا السوائل مع بعضياتهم. كنضيفوا داك الخليط الكيك في المول اللي غندخلو الفران. بطبيعه الحال راكم عارفين الطريقه ديال الطهي ديال الكيك في الفران. كنساويها هكا وكندخلها، انتما كتشوفوا كي جات من بعد ما طابت. دابا غادي نقلبها. هذا الظهر ديالها، هذا هو الوجه ديالها. بغيتو تحيدوا داك الدقيق اللي كيكون لاصق في المول حيدوه، انا كنفضل كنحيدو. ودابا غنتقلوا نصوبوا صوص كراميل ديالنا اللي كنحتاجو فيه كاس سكر سنيده، وناخذوا كاسرونه او مقلاه تكون مزيانه ما كتلصقش. كنكب فيها داك السكر ديال سنيده، كاس ديال العنبه سكر سنيده حتى كيذوب. يتحركيه تخليه يذوب على خاطر انا كنت مزروبه هنا. ضفت عليه واحد المعلقه ديال الزبده من النوعيه الجيده، خلطتها مع داك السكر سنيده اللي داب. ضفت عليه معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره من النوعيه الجيده. كنستمر هكا بالتحريك ما كنوقفش حتى كتذوب داك الزبده مع داك السكر سنيده. ومن بعد كنضيف واحد الكاس ديال الحليب يكون خارج من الثلاجه، يعني ماشي طايب، يكون عادي. كاس ديال الحليب كنكبوه نخلطوه. انتما كما تشوفوا ما تخافوش، واخا تشوفوا كيدير لكم داك الفقاعات وما تخافوش منه. هي في التالي كيولي. من بعد كنضيف عليه واحد المعلقه ديال النشا مع 4 كاس ديال الماء، كنخلطها مزيان. كاس ديال النشا، معلقه عفوا، معلقه ديال النشا مع 4 كاس ديال الماء ورشه ملح. كيجي صوص كراميل خطير، ما شكلا ولا مذاقا. من بعد كنخويوه في شي اناء وكنطربوه حتى كيتطلق لنا مزيان. من بعد كنضيفو على الكيك ديالنا. بغيتو ديروا صوص كراميل بزايد يمكن لكم غير تضاعفوا المقادير، ديروا منه على الكيك ديالكم الباقي احتفظوا به بشي علبه زجاجيه زينوا به الكيك. تيجي غزال خطير. هاد الصوص كراميل كيجي زوين بزاف بزاف. كما كتشوفوا معايا كبيتو كامل على هذا المقدار اللي درت بحال قدني في هاد الكيك. بغيتو نتوما ديروا بزايد يعني ضاعفوا المقادير. كما كتشوفوا كيجي زوين مع داك المول عنده مشنف مع الجنيبات. كتاخذ الكيك داك الشكل ديال داك المول، ملي كتكبي داك صوص كراميل كتبقى هابطه لها مع الجنيبات. ومن بعد كنضيف هنا عندي الكركاع مهرمشاه، زينت به الكيك ديالنا. والباقي بالصحه والراحه. انتما كما كتشوفوا الكيك ديالنا كيجا مفشفش طالعه. كنتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم، وكنتمنى يا ربي دائما نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى هنا كينتهى الفيديو ديالنا والكيك ديالنا نتوما كتشوفوا كي تجي. كنتمنى يا ربي نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وغير سمحوا لي وقبلوا لي على هضرتي. شحال هذه ما مونطتش شي فيديو، وشحال هذه ما هضرت. الى اللقاء، الى فيديو جديد ووصفه جديده. الله يخلينا ويخليكم على خير وبالسلامه عليكم.